في مؤتمر إعلامي لقناة هزازين الرؤوس، اعتذار إجباري كله إذلال كبرياء وكرامة لاعب كرة قدم من رئيس نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين حبايبي الأهلاوية في كل مكان في الدنيا، أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن المهازل اللي بتحصل في نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك، قناة هزازين الرؤوس. يا ريت تتابعونا لنهاية الفيديو ونصلي على النبي في الكومنتات، ويلا بينا نبدأ الحلقة. في مؤتمر إعلامي لقناة هزازين الرؤوس، اعتذار إجباري من لاعب كرة قدم بالذل والانحناء. عبد الله جمعة ينحني ويذل عن طريق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ويقدم اعتذار رسمي لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وبيقولهم لجمهور نادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك بيقول له احنا قبلنا اعتذارك، وادام ما عادش هتشتري من حد بره يبقى عفى الله عما سلف. حشيش ومخدرات وفوضى في نادي الزمالك. الفرق بين الاهلي والزمالك ما ينفعش يا جماعه يتحطوا في مقارنه مع بعض نهائيا. وطبعا كلنا عارفين الليدر اللي بيجيب المخدرات للاعيبه نادي الزمالك. اكتبوا لي في الكومنتات على اسمه. تعالوا معانا نشوف الحاجه التانيه دي. الراجل ده بيقول ايه؟ كابتن منتخب مصر في كاس العالم 90 كابتن جمال عبد الحميد بيهاجم كلاتنبرج بشده وبقسوه بانه هيدي الدوري للنادي الاهلي. احنا الزملكاويه هنمشيك، يعني هنمشيك بلطجه بقى، هي احنا هنمشيك وهنرجع تاني عصام عبد الفتاح اللي ادانا الدوري سنتين ورا بعض. قد ما كنت بحترم الكابتن جمال عبد الحميد على قد دلوقتي ما نزلته من نظري كتير كتير كتير. تصريحاته غريبة جدا جدا جدا، تصريحاته مضحكة، وما ينفعش تطلع من لاعب كرة كبير جدا زي الكابتن جمال عبد الحميد. المفروض يعني ان هو كان كابتن منتخب مصر في كاس العالم 90. لكن اذا كان رب البيت بالدف ضارب. تعالوا بقى نضحك شوية في قناة نادي هزازين الرؤوس. الراجل الغلبان ده، تعالوا شوفوا الضحك كله والله يا جماعة. بيقول لك انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي خطوة مهمة جدا جدا في عالم الاستثمار الرياضي. الكورة يا جماعة بقت بيزنس، الكورة بقت بيزنس، ويا ريت كل الأندية تستفاد من الكورة ماديا. وبيقول كمان ان على نفس خطى كريستيانو رونالدو عايزين نستثمر في شيكابالا أسطورة نادي الزمالك. نستثمر في شيكابالا بمجرد اننا نعرضه للبيع هينهال عليه العروض، ونتمنى نشوفه في الدوري السعودي عشان يبقى كلاسيكو كريستيانو وشيكابالا. والله ما انا عارف اقول له ايه يا جماعه، يعني حضراتكم اللي تحكموا بنفسكم. نيجي بقى لأسرة اللاعب احمد فتوح اللي حاليا بتنظر في شكوى ضد رئيس نادي الزمالك. تم تشويه سمعة احمد فتوح بانه بياخد حشيش ومخدرات، فأسرة كابتن احمد فتوح بتنظر في شكوى هترفعها ضد رئيس نادي الزمالك في الايام اللي جايه دي حاليا، وموكلين محامي كبير جدا عشان يقوم برفع الشكوى. اللاعب ينتمي الى عائله عريقه ومشهود لها بالاحترام. اما الراجل ده انا مش هعلق عليه، انا هوريكم هو قال ايه وانتوا تعلقوا. مباريات مهمه جدا مصرية. جدا جدا في شهر يناير محتاجه الدعم فقط والهدوء من الجمهور لفرقته، ودعم فرقتي بس في الباطل قبل الحق. ده سكريبت قناة نادي هزازين الرؤوس، صناع الفتنة. بس خلاص ما عادش عندي حاجة تانية اقولها. في اخر الفيديو بطلب من كل الاهلاوية اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة ويعمل لايك للفيديو. وفي النهاية شكرا لكم والسلام عليكم.